الكشري المصري ما يحلاش إلا مع لمة العيلة والأصحاب، بس بيربط المطبخ بأطباق كتير. إيه رأيكم نعمله النهاردة مع الكهرمان المقرمش وفي حلة واحدة، وبشرط هيطلع معاكم مستوي زي ما قال الكتاب، وكل حباية هتستوي وتبقى أحلى من أختها، ومعلقة ورا معلقة مش هتشبعوا منه. بس لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب قناة الشيف سيلا. ولو عندكم أي سؤال ياريت تكتبوه، وأنا يشرفني جدا إن أنا أرد عليكم. أول حاجة هنقع ربع كوباية حمص شام وربع كوباية من العدس بجبة في مية مغلية، وأغطيهم وأحسبهم كده لحد تاني يوم. تاني يوم ابتديت أعمل الكشري. أول حاجة بدأت بيها قطعت بصلاية شرايح رفيعة، وحضرت معلقة كبيرة من النشا عليها رشة ملح، وقلبتهم ضفتهم على شرايح البصل. حضرت طاسة حطيت فيها زيت وفير، ولما اتأكدت ان الزيت سخن كويس بدأت انزل بشرايح البصل واحدة واحدة. بلاش تسحموا الطاسة بالبصل عشان ما يلزقش في بعضه وما يتحمرش كويس. استنيت على البصل لحد ما اتحمر كويس. ضروري تحمروا البصل كويس وما يكونش فيه سوائل علشان ما يطرش منكم بعد شوية. احنا عايزينه يفضل كريسبي. بدأنا بتحمير البصل علشان هنستعمل زيت تحمير البصل في كل الخطوات الجاية. بس في خطوة ضرورية بعد ما نحمر البصل كويس، ان احنا هنصفي زيت البصل من اي زوايد موجودة فيه، علشان لو سيبنا اي زوايد في الزيت هتمرر الزيت وتبوظ طعمه. بصوا البصل اتحمر بقى لونه حلو ازاي، سامعين صوت القرمشة الحلو، فعلا كهرمان. صفيت زيت التحمير واخدت منه شوية، حطيتهم في الحلة، ولما سخنوا نزلت عليهم بنص كوباية من الشعرية، قلبتها شوية وبعدين نزلت عليها بشوية من المكرونة المرمرية والسباكيتي. طبعا السباكيتي لازم نكسرها. حطيت مكعب مرقة خضار. كنت غاسلة كوباية ونص من الرز المصري، صفيته كويس ضفتهم عليهم وحمصتهم مع بعض شوية. وده حمص الشام بعد ما اتنقع، وحطيته شوية في الميكروويف 7 دقايق، وبعدين غسلته وصفيته وضفته على الرز. ضفت معلقة صغيرة من الملح والكمون والبصل والثوم البودر، معلقة صغيرة من الثوم. ضفت عليهم مية مغلية. المية المغلية بتكون أعلى من سطح الرز بعقلة صباع، بس لو احتاج منكم مية تقدروا تضيفوا عليه مية بس مغلية. قلبته، ولما حسيت ان الرز بدأ يتشرب صفيت العدس بجبة اللي كنت نقعاه، شطفته كويس وصفيته. وضفته على الرز. العدس بعد ما اتنقع ما بقاش فاضله غير حاجة بسيطة جدا عشان يستوي، فهياخد سوى الرز. غطيت عليه ونقلته على نار هادية.
حلة تانية حطيت شوية من زيت تحمير البصل. لما الزيت سخن نزلت عليه ببصلاية مبشورة. لما البصلة اتحمرت ضفت عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم وقلبته لحد ما تشوح شوية. ضفت عليه معلقة كبيرة من صلصة الطماطم البيتي أو الجاهزة حسب المتوفر. قلبتهم شوية وبعدين ضفت معلقة صغيرة من السكر. معلقة السكر بتفرق كتير في الطعم علشان بتعادل من حموضة الطماطم. وربع كوباية من الخل، مكعب مرقة، معلقة صغيرة من الملح والكمون والبصل والثوم البودر والشطة. ضفت عليهم كوبايتين من عصير الطماطم وسبتهم لحد ما ياخدوا غلوة. عملت الدقة بس من غير ما احطها على النار، هتكون احلى واخف بكتير. جبت كوباية من المية المغلية، ضفت عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، نص كوباية خل، شوية من صلصة الكشري، معلقة كبيرة من عصير الليمون، ربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الكمون. هعمل شطة الزيت، معلقتين كبار من الشطة، كبشة من صلصة الكشري، ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من زيت تحمير البصل. كده شطة الكشري جاهزة. مبحطهاش على النار علشان الشطة لما تتحط على النار مع الزيت بتتعب البيت كله. ده العيش المتحمص اللي بيتقدم جنب الكشري في المطاعم. قطعت رغيف ودهنته بالزيت وحطيته في الميكروويف. تقدروا تحطوه في الفرن بس خلي بالكم جدا لانه بيتحرق بسرعة. بصوا العيش بقى كريسبي وتحفة. هعمل سلطة الكشري. قطعت طماطم وفلفل سبايسي وفلفل رومي، ضفت عليهم معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من دقات الكشري، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، ربع معلقة صغيرة من الملح والكمون، ومعلقتين كبار من صلصة الكشري. وهتاكلوا أحلى سلطة بأحلى دريسنج، ريحتها لوحدها تجوع. قلبت الكشري، بصوا استوى كويس جدا وفي نفس الوقت مفلفل، مفيش أي تكتلات، كل حباية محتفظة بشكلها. أصلا من جمالها الكشري في المرحلة دي ممكن يتاكل زي ما هو من غير حتى ما نضيف له أي حاجة. وهغرفه قدامكم وهتشوفوا بنفسكم. غرفت الكشري، مفيش أي حباية لازقة في الحلة ولا حاجة استوت أكتر من اللازم. طبعا الريحة والشكل بيتكلموا عن نفسهم، يفتحوا النفس، والبيت كله بقى منتظر اللحظة الحاسمة اللي هياكلوا فيها. بصراحة منظره فعلا يجوع. ضفت صلصة الكشري ومعلقة من الدقة وشطة الزيت
وطبعا مش هننسى الكهرمان اللذيذ المقرمش. بصولي بقى كده على جمال الطبق، بصولي كده على الجمال في المعلقة. مستنيين ايه؟ ما عندكمش حجة، خلاص هتعملوه في وقت قليل جدا ومن غير كركبة في المطبخ. يلا اعملوه وهيطلع احلى من المطاعم، وهتفرحوا البيت كله. طبق لذيذ وسهل وكلهم بيعشقوه. وبألف هنا على قلبكم.